ألف مبروك يا بنتي، ربنا يسعدك مع حسين ابني. بقولك يا حمية، ايه رأيك في تسريحة شعري؟ تشريحة حلوة قوي، ما تخليش حد يعكشك في الشارع خالص. قصدك ايه يا حاج؟ الست يا بنتي كل ما كانت وحشة في الشارع بتبقى بعيدة عن المشاكل والمعاكشات. يعني انا وحشة؟ الستات يا بنتي أشكال كتير وطعم واحد. وجوزتني لابنك ليه بقى؟ أصل ابني بيحب يحدق. يا حجوج هزعل منك كده. ما انت اللي بتسألين عن حلاوة الستات، وانا متجوز واحدة شبه هتلر. انا انا يا بنت عامل زي العصفور اللي قصه جناحه يوم فرحه ورموه في قفص حديد مع غوريلا من جبال الهيمالايا. انا عامل زي الزرع اللي اتقطف بدري قبل اوانه يا بنتي. انا لو كنت فضلت اعزب كان اكرم لي. انا كنت اجمل واحد في شلتي واحلى شاب في عيلتنا. كل بنات الحارة كانوا يتمنوا يتجوزوني. الله يسامحك يابا، جوزتني الواحدة شبه الخرطيط الأفريقي. يا خبر، يا حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. عيني عليك يا حماية. صعبت عليا قوي يا حاج، علشان كده هسيبك تعيش. انصرف انصرف في سلام. سلام يا حاج. كان نفسي اجوز حسين لبنت اختي، بس عيل ضايع. مبروك يا حبيبتي. بقولك ايه يا حماتي، ايه رأيك في تسريحة شعري؟ هو ده شعري عينيا ولا سلك مواعين؟ من كده علشان ما عندكيش زيه يا وحيد القرن. بتبرطمي تقولي ايه يا بت انتي؟ لا اسمع اما اقولك، ده انا اعملك زعافه وانضف بيكي العنكبوت. انتي ما تعرفيش انا مين. انتي الغوريلا. قصدي وحيد القرن. قصدي حماتي. ايوه انا الغوريلا والدب المنغولي، انا المسيطره والمتحكمه، انا الامره والناهيه، انا اللي الكلمه كلمتي والشورى شورتي هنا. انا اللي بقول ناكل ايه وما ناكلش ايه، نلبس ايه وما نلبسش ايه. انا اللي باخد فلوس الشغل وادي كل واحد مصروفه بالجنيه. عرفتوا يا حوش انا بعمل كل ده ليه؟ انا بقى عملت لكم نظام وهمشيكم عليه. وانا هطير لك دماغك يا بنت الايه. بقولك ايه يا حسين، بقولك ايه، انت ايه رأيك في تسريحة شعري؟ شعرك اسود ما شاء الله، زي ما قال الشاعر: وشعر كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلى. يبتلى؟ قصدك ايه؟ قصدك ان شعري بالنسبة لك هم وبلوى؟ لا يا حبيبتي، ده اللي بيقول كده امرؤ القيس. قيس؟ يعني ايه؟ يعني عاوز تقيس شعري كمان؟ طب افرض شعري وقع، مش هتحبني؟ ايه اللي هيوقع شعرك بس؟ صلع وراثي مثلا. هار اسوح، هو الصلع الوراثي بيجي للستات كمان؟ قصدك ايه بستات دي؟ قصدك ان انا كبيرة في السن؟ انا قلت انك كبيرة؟ بالعكس، ده انت صغنطوطة. لو سمحت ما تقللش من شخصيتي. صغيرة في السن، كبيرة في الحجم. في الحجم؟ عاوز تقولي ان تخينة وشبه انبوبة البوتاجاز؟ اخ يا راسي. مالها يا حسين؟ اوف، بتنفخ في وشي؟ قصدك ايه؟ قول بقى ان انت قصدك ان البيت مليان تراب وان انا ست معفنة. بالعكس، ده انت بتنضفي البيت احسن من امي وخالتي وبنت خالتي. وعرفت منين بقى ان بنت خالتك بتنضف كويس؟ اكيد طبعا كنت بتروح لها البيت من ورا خالتك. لا، ده امي كانت عاوزة اتجوزها لي، بس انا صممت واخترتك انتي. ليه؟ وانا مش قد المقام ولا ايه عينيا؟ اهلي جهلة ومش مقدرين جمالك يا ننوستي. لو سمحت ما تشتمش اهلك، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في مراته. ما انت اللي خليتيني اشتمهم. انتي اسمها انت ليه محسسني انك شايطني من على الدائري؟
حضرتك بتعملني رسمي يا حسين؟ عايز تقول اننا عايشين هنا باجسامنا لكن ارواحنا متنافره؟ متنافرة ايه؟ هو انا متجوز مغناطيس؟ قصدك ايه؟ عاوز اقول ان ارواحنا متجاذبة، روحي ليكي مجذوبة. مجذوبه؟ يعني انا حاله ميؤوس منها. بالعكس، ده انتي امل. انت بتغلط في اسمي كمان؟ طلقني يا خاين، طلقني. ايه يا حبيبتي، بتزعقي لمين في الحمام؟ صوتك طالع لغاية بره. ايه ده، انتي لسه ما غيرتيش فستان الفرح؟ ما فيش يا حبيبي. ده انا كنت بقلب حوار كده في دماغي. بقول لك يا سونا، انت ايه رأيك في تسريحة شعري؟ شعرك حلو يا حبيبتي، بس ليه عاملاه زي طبق الدش كده؟ الله، ايه في ايه؟ انا قلت حاجة غلط؟ ده انا بهزر والله. طب ايه يا نوسة؟ أنا نفسي أعرف بس أنت جايبني هنا ليه؟ درس يا سعيد، هديك درس. إيه نوع الدرس اللي ممكن أخده في الزريبة يا شديد؟ ما تخبيش عليا، أنت عايز مني إيه بالظبط؟ أنا ابتديت أقلق. ما تقلقش، أنا بس عايز أتأكد إنك راجل. أنت كده بتطمني؟ قول لي يا سعيد، أنت ناوي تعمل إيه في الجواز؟ ما تحترم نفسك يا جدع أنت. يا ابني اطلع بقى من المنطقة الزبالة اللي في مخك دي. قصدي أنت بتتعامل مع خطيبتك اللي هي هتبقى مراتك إزاي؟ زي ما كل الرجالة بتعمل. غلط يا سعيد، أنا مش عايزك تعمل زي الرجالة، أنا عايزك تعمل زي أنا. مراتي قالت لي إنها عايزة تخرج مع صاحبتها، تفتكر عملت إيه؟ قعدتها في البيت وخرجت أنت مع صاحبتها. خرجت أنا مع صاحباتها يا سعيد. بس دي كده مش نطاعة؟ نطاعة؟ بقولك إيه، فكرني وإحنا في الطريق نعدي نجيب بردعة. علشان لما مراتك تركبك ما تسلخش يا دهوف. المثل بيقول إيه؟ اكسر للمرة ضلع يطلع لها 24، وحتى لما يطلعوا اكسرهم طوالي. صح، انت صح، فهمني، علمني، نورني. واول امبارح بقول لها هاتيلي طشت وميه ساخنه بملح ودعكلي رجلي يا وليه، واول ما قلعت الشراب وبدات تدعك لي رجلي اغمى عليها من الريحه. والله صادق والله من غير حلفان يا مرعب. رحت مفوقها بقى من كهن النسوان ده وطرت في الهوا، عملت لها حركة ستانر مع 5 بنيات و4 شلاليت و1 سوبلكس، وقمت عامل لها حركة ارقد بسلام بتاعت اندرتيكر. انت كده فوقتها؟ الصراحة لا، انا سيبها مغمى عليها لحد دلوقتي. لازم تبقى اسد مع مراتك يا سعيد، فهمني؟ ايه اللي جابنا هنا؟ همشيك مسطرة. الو ايوه انا حبيبتي. انت فين يا زفت الطين؟ بجيب الخروف اللي طلبتيه يا حبيبتي. كل ده بتجيب الخروف؟ ايه؟ بتحاول تقنعه يجي معاك؟ قسما عظما يا جديد، لو ما رجعتش بالخروف في ظرف ساعة ولا جبت لنا خروف كاتيان زيك زي السنة اللي فاتت لكون عاملة عليك انت فتة، فهمني؟ حاضر يا حبيبتي، حاضر. الخروف قدام اهو، هجيبه واجي على طول. وحشتيني قوي. ايه يا عم شديد، هو الاسد اللي جواك قلب معزة ولا ايه؟ ايه مالك فيه؟ قبل ما تحور صوت المدام كان طالع من السماعة وهي بتديهم لك. ما ده بقى الدرس يا غشيم. اسفخس على دي رجولة. يلا يا عم نقي الخروف بقى عشان نلحق نرجع يا فتة. ايه رأيك في ده؟ امسك. صدقوا بالله انتوا شوية خبقات بقى. انا اللي خروف يا جوز خرفان. ايدك يالا قبل ما توحشك. مش كفاية عمال استحمل هريكم ونخعكم من ساعة لما اكلت دماغ امي. نخع مفيش حاجة حقيقية الا ريحة رجليك انت يا معفن اللي قلب ريحة الزريبة. انكشح ياض منك ليه من هنا؟ وانت يالا روح شوف لك فرخة تعملوا عليها فت. اجري بدل ما اديك وانا واحدة سوبر سوبلكس انتركوت فليت اندمك على رجولتك. اجري يالا. الخروف بيتكلم يا سعيد. اجري يا معلم. ايه مش كل ذكر بقى راجل ولا كل خروف بقى تيس. انت يا خروف الزفت يا بولية. بابا
ايوه يا حبيبتي. انا مش قلتلك روح روق الزريبه دي الصبح عشان النعجه صاحبتي جايه لي النهارده. وفين حزمتين البرسيم اللي طلبتهم منك الصبح؟ ما تخلينيش انطحك ولا في اعلى كليتك. حاضر يا رعجتي، نص ساعة اعملك اللي انت عاوزاه. ايه على رأي المثل يا ابن آدم، لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايلني وطايلك. لو حد قرب مني هنط. انا بتكلم جد، انا هنط مش فارقه معايا. انا هنط. يا ابني صدعتنا، إليه تنط تنكسر رقبتك يا بعيد. ما تقربش مني يا باشا، صدقني هنط. بص يا شاطر، انا مش جاي اناقشك ولا امنعك تنفذ قرار انت خدته بارادتك، وعارف انك واقف الوقفه دي مش علشان تتشمس ولا علشان تشوف عشة فراخ بيتكم من هنا. امال طالع ليه يا حضرة الظابط؟ بص فكك من جو باشا والظابط ده، خلينا اصدقاء. انت اسمك ايه؟ اسمي عتريس. اسمك عتريس؟ ده كان لازم تنتحر من زمان يا ابني. والباشا اسمه ايه بقى؟ اسمي صلاح نصر. تعرف يا عتريس، انا كان نفسي اطلع حاجة تانية خالص غير شغلانة الظابط دي. كنت عايز تطلع يا صلاح بيه؟ كان نفسي اطلع نقاش من وانا صغير قد كده، وانا بعشق المعجونة ودهان الحيط والالوان. تصدق يا عتريس صحابي كانوا مسميني صلاح رولة. انت بتضيع وقت لحد ما الدفاع المدني يوصل، صح؟ يا حبيبي اولع بجاز وسخ، تاخد الطبنجة دي تضرب نفسك رصاصة في سقف بقك. امال طالع هنا ليه؟ وانت مال امك، هو البرج ده بتاعك ولا بتاع مصر؟ يالا بتاع مصر طبعا. خلاص يا سيدي، اطلع في اي وقت يعجبني. بص انا هضرب السيجارة دي ونازل على طول. ده صاروخ محشي ولا سادة يا باشا؟ ده صاروخ محشي بانجو اسماعيلاوي يوديك جهنم عدل. خد ولع، علشان ده اخر حاجة هتولعها قبل ما يولعوا هم فيك. مين دول اللي هيولعوا فيا؟ انت مش هتموت منتحر يعني؟ هتخش ايه، حاسبات ومعلومات مثلا؟ اكيد هتخش النار يا حبيبي. انت بتخوفني صح عشان ما نطش، صح؟ شكلي انا اللي هزقك بجد يا ابني. انت مش فارق معايا في حاجة. ليه بقى، انا مش انسان؟ اذا كنت انت مش فارق معاك نفسك هتفرق مع غيرك ازاي بس؟ خلاص انا سايب لكم الدنيا وماشي. مع الف سلامة، المركب اللي تودي يا سيدي. هو انا رخيص للدرجة دي؟ انت فاكر انك لما تموت هيطلع لك جنازة مليونية، ولا الارض هتبطل تلف حوالين الشمس، او الشمس تبطل تلف حوالين الارض لو انت من بتوع الارض المسطحة يعني؟ طب ما يمكن اثر في الناس على السوشيال ميديا. لازم تعرف ان خبر انتحارك اخره سطر ولا 2 على التايم، والناس هتقول يا حرام، وبعدها بثواني هيتعمل عليك سكرول داون والناس هتضحك على بوست تاني عادي. للدرجة دي انا ماليش قيمة؟ قيمة الانسان من قيمة ما تركه في الحياة. انت بقى سبت ايه ليه قيمة في الحياة؟ مخبي فلاشة 16 جيجا سيكو سيكو في الدرج بتاع الشرابات. هي دي كل انجازاتك يا معفن؟ انت شغال ايه يالا؟ انا شغال طبراجي. ايه طبراجي دي؟ نجار مسلح يا باشا. نجار مسلح؟ طب خد المفاجأة دي يا لوح. ادخل يا مسمار، ايه قصدي يا سمسم. بابا بتعمل ايه هنا يا فاشل؟ هو انا كل يوم هنزلك من مكان؟ امبارح نزلتك من سهرة مسقارة، وقبله لحقتك من جبل القلعة، والشهر اللي قبله من على المقطم. بص حضرتك، ابني ده فشل في كل حاجة حتى في الانتحار. عليا النعمة، لو ما عملت اللي انا عايزه لارمي نفسي من البرج دلوقتي. اهدى يا ابن المجنونة. خلاص حضرة الظابط هيعمل لك اللي انت عاوزه، بس انزل يا عتريس. هعمل لك كل اللي نفسك فيه. عايز اتجوز. ايه مش لما اتجوز انا الاول؟ ماشي يا عتروستي هنجوزك. وعايز شقة اوضتين وصالة وحمام وفيها بانيو. طبعا، وهعمل لك شاور بوكس وغرفة ساونا كمان. وحسام حبيب وشيرين يجوا يغنوا لي في فرحي. وحياة امك، ودي هنعملها ازاي بقى؟ دول يا ابني بيتخاصموا اكتر ما بيتصالحوا، وفي الاخر بتيجي على راسنا احنا ويغلوا الاسعار. قول له حاضر يا باشا. حاضر يا حبيبي. وعاوز افتح مزرعة فراخ بيضة. حاضر يا حبيبي، وهنسميها مزرعة عتريس وصلاح رولة. اسم فوتوجينيك خالص. يلا انزل بقى علشان نلحق نعمل المزرعة يا حبيبي. انت رجعت لي الامل يا باشا في الحياة. انا شايف بحر من الامل والسعادة بيجري قدامي. انا هنط في امواج الفرح والانبساط. انا هنط. لا انا هنط. في ايه ياما على الصبح؟ هتنط ايه يا ابن الكلب يا وسخ يا قليل الادب؟ اصحى يا فاشل، ده المغرب قرب جدا. ماشي ياما صحيت. انا هنط قال
خليك كده سهران طول الليل على التيك توك اللي لحسنا فوخك، وقاعد لي عواطلي في البيت، لا شغلة ولا مشغلة. قوم يا فاشل يا موكوس يا منيل على عينك يا مقندل. شوف يا اخويا الواد ماسك المخدة ازاي. ادي دقني اهي، لو فلحت ولا عرفت تتجوز معزة. انت اللي زيك لازم يرموه من فوق برج القاهرة علشان يكون عبرة للفشلة والساقطين. دي خلفة ايه المنيلة دي يا اخواتي؟ دي شغلانة منيلة بنيلة. أقذر ناس في العالم اللي عايزة تنتحر دي بيشحططوا اللي جابوني، وبالذات اللي عايزين يرموا نفسهم من فوق دول. ما تتنيل يا عم، ترمي نفسك قدام مترو الأنفاق ولا حتى تشرب مية من الحنفية. أوف. نعم يا سيدي، أديني جيت أهو. اتفضل نط بقى وخلصني. ده أطرش ده ولا إيه؟ انت يا عم اتفضل نط بقى. يا عم اهمد بقى، مش ناقصاك. ايه ده طلع مريض فصام ده ولا ايه؟ ده بيكلم مين ده؟ بكلمك انت. ايوه انت. تحب اقرصك من قرونك عشان تصدق؟ ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، كنت هموت يخرب بيتك. انت اتخضيت؟ انت بجد كشطان اتخضيت؟ انا خضيت شيطان. اتفضل بقى اكتبها في السي في بتاعك يا اخويا. اكتب معاك مايكروسوفت و3 دي ماكس وانجليزي وبتخض شياطين كمان. اكتب ايه بقى وسي في ايه؟ هو عاد في العمر سي في؟ ما انا بقول كده برضو. يلا اتفضل. تحب تنط هنا ولا هنا؟ اقول لك نط هنا، بحري وهواها ياخد الروح. لا انا مكتئب بس مش لدرجة ان اموت كافر. امال انت متنيل طالع فوق الهرم ليه؟ مديتيشن يعني؟ انت ليك عين تتريق، وكل اللي انا فيه ده بسببك. انت هتجيب لي تهمة ولا ايه؟ انا اعرفك اصلا يا عم. ما انت اللي خليتني اقتل واسرق وانهب لحد ما بقت ذنوبي قد الهرم اللي احنا واقفين عليه ده. يا عم انا لسه شطان فريش جريتيود، ما حصلتش جونيور. انا نازل تريننج من 3 شهور. اكيد حد من الابالسه السينيور هو اللي غواك. انا حياتي كلها معاصي وذنوب، اللي زيي نهايته النار، ما فيهاش كلام. كل حاجة عملتها في حياتي كانت غلط. بصراحة مصدقك، ما انت لسه خضضنا اهو، بس بدافع الفضول يعني. عملت ايه يعني علشان مخليك في الحالة الزفت دي؟ امي وابويا ماتوا وانا صغير. لا دي شكلها حكاية طويلة. ياه، باباك ومامتك ماتوا؟ كنت يتيم يعني؟ لا ده انا اللي قتلتهم. يا ابن الكلب انت. ما تغلطش. انا اسف اني شتمت ابوك اللي انت قتلته. كمل يا سيدي كمل. دخلوني الملجأ وانا عندي 8 سنين. اغتصبت عيلة زميلتي. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ فهمني بقى. 8 سنين وبتغتصب؟ ده انت لسه كنت لا مؤاخذة يعني. ايه؟ بأسنانك اللبنية يا سيدي اقصد، مش هقول حاجة. وبعدين؟ رحلوني بعدها على الأحداث اللي هي الإصلاحية. حلو أوي. الإصلاحية برضو تأديب وتهذيب وإصلاح. اصبر على رزقك. وفي الإصلاحية تاجرت في الحشيش والترامادول وأبو صليبة والكبت، وخدت أول براءة اختراع عشان عملت خلطة من الجوكر وحبوب الصراصير والهلوسة. دي طفولة بابلو اسكوبار دي يا حبيبي. ده انت اوسخ طفل شفته في حياتي. بعدها خرجت من الإصلاحية، عملت تيم وورك نثبت الناس على الطريق ونقلب عيشنا. بس كنت عارف ان رزقي هيجيلي كده كده حتى لو كنت فين. يا سلام. تصدق اهم حاجة في قطع الطريق القناعة والإيمان. كمل يا اخويا كمل. ثبت التلامذة وموظفين وصنايعية، نسوان رايحة السوق ونسوان جاية من السوق. ده انا مرة ثبت واحد عاجز على كرسي متحرك وخدت منه كرسي. ايه يا اخي، انت في حياتك النجسة دي ما صمتش يومين في رمضان؟
ما صليتش العصر مرة حتى. ده انا اعرف شياطين ما عملوش التارجت اللي انت هببته ده يا اخي. مش قلتلك انا هخش النار راكب طيارة؟ بس انا حاسس ان ممكن ربنا يتوب عليا ويغفر لي ذنوبي برضو. ممكن. انا سمعت مرة من خطيب الجمعة وانا بسرق جزم المصلين ان واحد قتل 99 بني ادم وربنا تاب عليه. مش ممكن ربنا يتوب عليا زيه؟ أو ده عشم جدي في الجنة يالا. ده انا اقطع ديلي ده وامشي ازعر لو انت دخلت الجنة. يلا يا اخويا يلا قوم بقى نط وريح واستريح. بس انا حاسس اني لسه ممكن اعمل خير. طبعا والفرصة جات لك اهي. انت لو نطيت هتعمل خير في نفسك وفي العالم اللي هتستريح من شرك. وفي انا لازم امشي علشان معاد تسليم الشفت ولسه هيجيب طلبات البيت علشان مراتي عامله بشاميل وقصه كبيره كده مالكش دعوه بيها انت. يلا نط بقى يا عم. انت رايح فين؟ مش هتنط؟ لا هتوب. وحياة امك انسى يا اخويا. انت مش ربنا عشان تقولي كده. بقى تقتل وتنهب وتسرق وتغتصب وعاوز يتوب عليك؟ يا بجاحتك يا اخي. ليه؟ انت فاكرها سبهلله؟ سبهلله؟ ايوه سبهلله وسكسونيا كمان. انت يا ناقص يا حتة صلصال تعمل كل البلاوي دي وعاوزه يسامحك، وانا اللي غلطت غلطة واحدة بس انطردت من رحمته. بقولك ايه، انا هسيبك لمشاكلك النفسية دي واتكل انا على الله. انت بقى لو عايز تنط نط براحتك. ده انا هنط بقروني في كرشك دلوقتي. نزلنا مظلوم، نزلني والنبي علشان خاطري، ما تبقاش غشيم. ده انا كنت بهزر معاك. نزلني ومش هعمل كده تاني. حقك عليا، انا ابن 60 شيطان. طب بص، معايا ايفون 16 برو ماكس سرقه امبارح، خده هدية مني. طب البشاميل هيبرد كده، حرام عليك. مظلومي يا مظلومي حبيبي، نزلني بقى، عاوز اعمل بيبي دخان. مظلومي يا مظلومي. انت استحالة تكون انسان. انت اكيد شيطان. يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو ورنش ورنش صباح الفل يا ابو رضا. صباح الفل يا استاذنا. والنبي يا ابو رضا ادي الجزمه دي وش ورنيش على السريع، عندي اجتماع مهم النهارده. معلش برضه يا استاذ، بس ايه دخل الاجتماع في الجزمه؟ الا لو كان مديرك بقى ده دماغه جزمه قديمه او لا مؤاخذه يعني متعود يديك بالجزمه. ازاي بقى؟ ده الانطباع الاول والمنظر العام مهم جدا. الناس بتحكم على اول حاجه تشوفها، ولا ايه يا ابو رضا؟ هو انت اول حاجه بيشوفوها فيك جزمتك؟ انت بتخش المكتب ازاي؟ وبعدين انا معاك ان خلقتك دي خلقه ربنا، بس ما يولعوا الناس يا اخي. ساعات الناس بيحكموا على اللي بيشوفوه وساعات بيكونوا مش شايفين حاجه خالص. مش فاهم ازاي مش شايفين حاجه؟ كل بني ادم بيلف نفسه لا مؤاخذه بهدوم وقماش وقمصان علشان ما يبينش جوهره ومعدنه. اقلع يا استاذ كريم، اقلع يا حاج. انت عايز تشوف جوهري؟ اقلع الجزمه يا استاذنا علشان اعرف المعها صح. اوكي اتفضل. الناس بتحب تشوف اللمعه من بره لكن مش بتسال ايه اللي ورا اللمعه دي. زي لا مؤاخذه الست اللي حاطه 23 سم بودره على وشها، لو شالت طبقه الورنيش اللي مستخبيه وراها دي هتلاقي فتحي ابن عمتي. فتحي ابن عمتك ارحم. هتلاقي 5 سم كريم اساس و4 سم كريم تفتيح ورمل واسمنت. فين بقى لحد ما توصل للعظم؟ فلسفة عميقة. بس أنا كل اللي محتاجه إن أدخل الاجتماع والجزمة تبان زي الفل. كلنا عندنا اجتماعات، حتى أنا. عندك اجتماعات زينا؟ إيه يا أستاذ كريم زيكو دي؟ أنت بتسخر مني يعني علشان أنا أبو هياجي؟ الله يسامحك يا سيدي. أنا آسف، ما قصدتش. وأنا ما زعلتش، أنا بس حبيت أوريك إني زعلان وأنت شربتها. وريتك اللي أنا عايز أوريهولك
فهمتني؟ الناس بتحب تتكلم عن اللي فوق مش اللي تحت، مع ان الارض اللي احنا ماشيين عليها شايله الكل. اتفضل يا باشا، الجزمه بقت مرايه. ولا هات الجزمه يا ابن الحراميه، الحق يا كريم بيه الجزمه اتسرقت. حرامي خد يالا، ولا هات الجزمه يا ابن الحراميه. خد يالا، ولا خد يالا. يا دي اليوم اللي ملوش ملامح. هروح الاجتماع ازاي دلوقتي؟ انا كده هترفد. بص يا بيه، خد الشبشب ده امشي بيه. هروح الاجتماع بشبشب يا عم؟ هتلبس الشبشب بس لحد اول الشارع، وهناك هتلاقي محل جزم اسمه الصياد، اشتري لك واحده والحق الاجتماع، وعلى ما ترجع هكون قلبت المنطقه دي ورجعت لك بالجزمه. ماشي، امري لله. طريق السلامه في حفظ الله يا حبيبي. الو، محل الصياد؟ معاك ابو رضا، الجزمات يا ابني. انا بعتلكوا زبون دلوقتي اسمه كريم بيه، كده يبقى ليا عندكوا كام؟ 5 زباين الاسبوع ده. قشطه. الجزمة يا عم ابو رضا. هات يا حبيبي، حاجه الجدع نديها له لما يرجع، حد الله بيننا وبين الحرام. عايز حاجة تانية يا عم ابو رضا؟ عدى على ام رضا بقى تديلك الحلاوه. ورنيش ورنيش. صباح الفل يا حاج، عاوز ألمع الجزمة دي بس بسرعة وحياتك عشان ورايا بند. عينيا يا باشا، بس اخلع الجزمة علشان اعرف اظبط لك اللمعة. يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. يلا يا علاء، عاوزين نصور، النهار قرب يطلع، عاوزة المشهد ده يطلع تحفة سينمائية، فاهم؟ تمام يا أستاذة. اللي هيعمل دور العفريت جاهز يا علاء؟ في أوضة اللبس ونازل حالا يا أستاذة. احنا في قصر مهجور، يعني عاوزة العفريت يطلع من الفانوس يبهرني، محتاجة أداء يبهر الجمهور، فاهم؟ حاضر يا أستاذة، كله في مكانه، كلاكيت، كاميرا، ساوند، كله يجهز يا أساتذة. يلا ممثلين ستاند باي، العفريت يجهز بسرعة. من النهارده محدش هيمثل، انا الممثل. كات، مش ده المكتوب؟ المكتوب على الجبين مش هتعرف تقراه العين. إيه؟ انت مين يا اهبل انت؟ بوظتلي اللوكيشن. انا العفريت شرشر ابن شراشر ابن شرشور، ساكن هنا من 3270 سنة شمسية. انت اللي مين؟ انا هنا اللي بسألك، واقفل صدى الصوت ده صدعتني. انت مين يالا؟ حضرتك انا ساكن هنا، وانتوا بتيجوا تصوروا افلام رعب طول الليل وانا ما بعرفش انام. انت عطلت لي يوم تصوير والناس هربت. عارف اليوم ده هيتكلف كام؟ انا مش متابع اسعار التصوير الايام دي. اجيب لك الانتاج يقولك. انتاج لا والنبي بلاش الانتاج. هو انت عارف يعني ايه انتاج؟ لا بس شكلها حاجة تخوف فعلا، والنبي ما تجيبيها أبلة. يا أستاذة ده ما تتدخلش يا علاء، سيب لي الواد ده. أنا قررت بقى إنك أنت اللي هتعمل دور العفريت. أنت أقنعتني بدخلتك دي ومزجتني. ياه بجد؟ أنا من وأنا صغير هموت وأبقى ممثل، ده أنا موهوب موهبة. بصي هبهرك، من أول يوم بابا أخدني وأنا صغير في العرض الخاص لفيلم سفير جهنم. ياه عمري ما هنسى اليوم ده بجد. من ساعتها وانا ما فوتش فيلم رعب، من اول فيلم انياب لحد فيلم كامب. استني، تحب حضرتك امثلك حته منه؟ يا لهوي بالي، يا لهوي بالي عاللي حصل لي. بس يا ابني ايه، انت اول مره تتكلم؟ تفتحش بقك الا عشان تقول السكريبت وبس، فاهم؟ اسمك ايه الاول؟ قلتلك اسم شرشر ابن شراشر ابن شرشور. لا 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 لا، ده اسم عفريت توتو يخوفوا بيه العيال في سبيستون. لا احنا هنظبط لك اسم حاجة كده زي شمهورش، شعبورش، كركورش. هو دور عفريت هندي؟ خلاص انا اسف، اللي تشوفيه يا استاذ. يا استاذ اسمعيني ده. شطب يا علاء، فاهم؟
بص يا شعبور، انت بتعرف تتجسد صح؟ امال انا شفاف قدامك؟ ما انا متجسد اهو. لا يا خفيف، انت هتتجسد سلو بالراحة خالص. تبدأ شفاف خالص، بعدين تظهر واحدة واحدة، فاهم؟ هتجسد حاضر ونص شفاف. تمام يا استاذ. يلا اجهز، تيك 1 اكشن. هات زفت. انا قلت تتجسد سلو بالراحة يا غبي. حاضر يا استاذة، امري لله. تيك 2 اكشن. كات. ايه ده يا حيوان؟ في عفريت بيظهر كده من غير ضحكة شريرة؟ ايه، مفيش مذاكرة للدور ولا تقمص؟ السيتويشن مفيش حاجة تضحك حضرتك. انتوا ليه فاكرين العفاريت بتضحك عمال على بطال؟ انا ليا وجهة نظر في الدور على فكرة برضو. انت هتعمل لي فيها خواكين فينيكس؟ اخلص يا ابني، ولا اضحك ضحكة شريرة بغيضة بقولك. والله العفاريت ما بتعمل العبط ده. ولا انت بتهلفط بتقول ايه؟ لا، ده انا بقول ان الضحكة الشريرة مفيدة للدراما. 3 2 1 اكشن. ستوب. ايه ضحكة النسوان دي يالا؟ انتاج. مالها بس الضحكة يا استاذة؟ اضحك يا علاء. تحفة، هي دي تقلدها بالظبط والا هعملك بودرة، فهمت يالا؟ ستاند باي اكشن. كات. هايل، ناخد الشوت تاني بقى، بس عاوزاك بقى المرة دي تطير وتنزل من فوق السقف لتحت قدام الكاميرا وانت مطلع حرافيشك وبتبخ نار من بقك. حرافيش ايه ونار ايه؟ هو حضرتك فاكراني تنين مجنح؟ حرام كده، ما تقول حاجة يا علاء. يا استاذة ده مش الممثل اللي... اسكت يا علاء، انا عاوزاه يطلع طاقته التمثيلية في الشوت ده. حرام كده. ركز، مش عاوزة دلع عشان نجيبها مرة واحدة. يا عمود يا فقري. زفت. أنا عاوزة وقعة درامية مرعبة. درامية ازاي يعني؟ أنا عظمي هينطحن كده. أنت تقع وقعة درامية تزلزل الأرض تحتك، وأنا هعملها سلو موشن على 60 فريم. يلا أكشن. أنا اتفتقت من تحت. حلو كده ولا انتحر واموت نفسي؟ هي مش احسن حاجة بس هحلها في المونتاج. تأمريني بحاجة يا استاذة؟ انا يا دوب الحق اول اتوبيس قبل النهار ما يطلع. استنى يا بردقوش، هو احنا مش عندنا في النهاية العفريت بيتحرق يا علاء صح؟ تمام يا استاذة، في المشهد الاخير بيتحرق. هو حضرتك بتبصي لي كده ليه؟ ها؟ لا 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 لا. عملها ازاي ابن الايه ده؟ شفته تحول لبودرة ازاي يا علاء؟ شفته مصدق الاداء ازاي يا علاء؟ انا جاهز يا استاذة. مين الكرش ده يا علاء؟ ده اللي هيمثل دور العفريت. ما احنا صورناه خلاص يا علاء، مشيه. يا استاذة ده اللي المفروض كان هيمثل دور العفريت وحضرتك اخترتيه. الله، امال مين اللي مثل دور العفريت من شوية يا علاء؟ ده عفريت طلع لنا في الخرابة. قولوا ربنا، احلف كده. وربنا يا استاذة، وعمال اقول لك من ساعتها صورة العفريت مش طالعة في الكاميرا واحنا بنصوره. ومستني ايه؟ اجري يا علاء، اجري يا معلم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معقولة يا كابتن؟ انت بتقرا دعاء الركوب؟ أيوة، أنت مستغربة ليه كده؟ مستغربة ان التصرف متخلف زي ده يصدر من طيار متعلم زيك. ليه يا حبيبتي؟ شفتيني بلعب في مناخيري ولا ايه؟ لا، بس سيب الافكار دي للناس اللي عايشة في الصحراء الهمج، مش الناس اللي بتطير في السماء وتلف العالم وتلبس منظارة يا كابتن. هو أنا لازم أطلع كارنيل إلحاد الأول عشان أبقى عضو في النادي بتاعكم؟ وماله الإلحاد يعني؟ مش فاهمة. إيه مشكلتك معاه؟ تكبير دماغ زي طالب فاشل مش عايز يذاكر وعايز يقضيها قهاوي وسايبرات، فبدل ما يعترف إنه فاشل
انكر وجود الامتحان. دي سطحية منك على فكرة، الموضوع أكبر من كده بكتير. لا هو الموضوع كده، بس انتوا بتحبوا تخنوه وتزفلطوه. هو ليه بقى ما تقولش انكم بتاكلوا عيش من ورا الدين يا كابتن؟ ده على اساس اني بلم القرابين اللي بتتقدم للمعبد واخدها. انا طيار مش كاهن يا ريهام. وده ما يمنعش انك بتستفيد من وهم الدين، على الاقل بتكسب ثقة الناس فيك. ما تحترمي نفسك يا ريهام، دي كلها من شارع واحد وعارفة بعضيها. قصدك ايه يا كابتن؟ يا بنت انت مش شغالة معانا في الشركة بقالك 5 سنين وعارف عنك كل حاجة. يعني ايه برضو؟ انت لاهطة من طليقك نص مليون جنيه مؤخر، صح ولا لا؟ ايوه. ووارثة من ابوك شقة في المهندسين بعد ما رفعت قضية على اخواتك. ايوه حصل. واصلا الشركة بتصرف لك مكافآت في العيد الصغير والعيد الكبير وفي رمضان. دي كلها حقوقي على فكرة. طب ما الدين اللي هو اللي بيديك الحقوق دي يا ماما، لو عندك دم ارفضيها زي ما انت رافضة الدين. انا رافضة الوهم، الخرافة. يعني ايه في اله في السماء هو اللي بيتحكم في كل حاجة؟ من 3000 سنة لو كنت قلت لحد ان هيركبوا حتة حديدة زي اللي احنا راكبينها دي وهيطيروا في السماء كان قالوا عليك ساحرة ومشعوذة. وايه علاقة دي بدي؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعدم فهمك للشيء لا ينفي وجوده ولكن يثبت جهلك. يعني ايه؟ انت بتعرفي تتكلمي ياباني؟ لا. يعني انت ما تعرفيش تتكلمي ياباني يبقى ده معناه ان مفيش ياباني؟ دي سفسطة. تقدر تثبت لي وجود إلهك؟ وجودك انت شخصيا. انت جايه منين؟ عملوا لك داونلود من على النت؟ نو absolutely no. بابا وماما هم اللي خلفوني. وبابا وماما جايين منين؟ باباهم ومامتهم خلفوهم. لو مشيتي ورا السلسلة دي للآخر هتوصلي لإيه؟ وحتى لو افترضنا صحة أصل الأنواع، العالم متناهي الدقة ده جه منين واستمر إزاي؟ مجرد صدفة كونية مرت بمراحل كتير من التطور بعد البيج بان، الانفجار العظيم. انت عبيطة يا ريهام، كل ما زادت درجة الدقة قل احتمال الصدفة. الله، هو انفجار مصنع مرسيدس بطلع عربيات يا ماما؟ بص بقى يا كابتن، أنا مش مقتنعة ومش هقتنع. عنك ما اقتنعتي وما شوف شغلك. حاضر. ايه ده يا كابتن؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه صوت التكتكة ده؟ مش عارف. ايه الجهاز الغريب ده يا كابتن؟ يا نهار اسود، قنبلة. ايه؟ دي قنبلة زمنية قدامها 60 ثانية وتنفجر يا ريهام، هتعملنا شاورما. يا نهار اسود، والعمل؟ احنا حتى ما فيش معانا خبير مفرقعات. طب وبعدين؟ هنموت يعني؟ مفيش حل غير ان نقطع سلك من ال4 دول ونعطل القنبلة. طب ما هو ممكن يفجر القنبلة. قدامك حل تاني؟ مش عارفة. اقطع انهي سلك بقى، احمر ولا ازرق ولا اصفر ولا اسود؟ مش عارفة. طب بقولك ايه، تيجي نعمل حادي بادي سيدي محمد البغدادي؟ يا نهار اسود ومنين، انت عايزنا نرهن حياتنا كلها بضربة حظ، يا تصيب يا تخيب؟ ومالها الصدفة بقت كخة دلوقتي؟ لا استرها معايا يا رب، استرها معايا والنبي يا رب، ده انا غلبانة والله، هرجع اصلي واصوم بس استرها معانا يا رب. انا مخي جزمة قديمة والله يا رب يا رب. شكرا يا حاجة ريهام، اكبر ملحد لو اتحط في الموقف ده كان قال يا رب. ايه ده؟ هي القنبله ما انفجرتش ليه يا كابتن؟ لا دي مش قنبله، دي لعبه كنت جايبها للبت بنت الصغيره. ايه ده؟ ريهام يا ريهام، غهام انت رحت فين يا غهام؟ يا غهام طب اللدغه طيب يا غهام راحت فين؟ يا غهام ماتت. أرجوك يا دكتور، أنا مش عايز أوصيه، يبقى خف في إيدك شوية. أنا مش بحلق لك يا أستاذ، وبعدين ما تقلقش هتقوم بالسلامة إن شاء الله. ما أظنش إنه يرجع للحياة لو نام. إيه؟ يعني إيه؟ يعني نسبة نجاح العملية 1.4%، اللي هو ما حصلتش نسبة ضريبية. غالبا انت هتنام مش هتصحى. يا نهار اسود، طب وعلى ايه؟ خرجوني من هنا يا اخي استهدى بالله، مفيش حاجة ان شاء الله، مفيش حاجة يا دكتور. بتقولك 1.5%. يا غيت
ده 1:15. كمان انتوا ما فهمتونيش ان العملية خطيرة كده. يا عم يعني هي بتشوف المستقبل، كل حاجة بأمر الله، انت مضطر تعمل العملية دي، من غيرها فرصة نجاتك في ايه اقل من النسبة دي؟ معدومة يا أستاذ. وبعدين خلي أملك في ربنا كبير. اوف. طيب وبعدين هنقعد كتير كده؟ انا زهقت. في ايه يا رهام؟ مش بطمن الراجل اللي فزعتيه؟ يلا اتفضل حضرتك ارتاح، وعايزك وانت بتستنشق البنج تقرأ اي سورة من القرآن انت حافظها. ايه ده؟ مش ممكن يا دكتور. لا 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 لا، بصي لي هنا يا عدريس، انت عايزك تعد من 1 ل100. سامعني؟ ل100. مش فاهم يا دكتورة، ايه المشكلة انه يقرأ قرآن لحد ما يروح في النوم؟ مفيش اي اساس علمي بيقول كده. احنا اتعلمنا في الكلية ان المريض يعد لحد ما يروح في النوم. والله؟ طب ويعد 1 2 3 ولا 1 2 3؟ ده علمي يا دكتور، هتتريق عليه؟ على الاقل افضل من كلام بيرددوه الناس من ايام ما كانوا عايشين في الصحراء زي الهمج. العلم اللي اثبت ان الانسان تطور من خلية بكتيرية. ايه ده؟ يعني انا اصلا بكتيريا؟ لا لا، بشكلك ده انت البكتيريا بذات نفسها. يعني انت مؤمنة بالعلم والعلم بس، صح؟ طبعا. واتش فيرجن. انا اسف يا دكتور، هي صحيح عصبية وشكلها يقطع الخميرة من البيت، بس ما يصحش تسألها سؤال زي ده. سؤال ايه؟ فيرجن دي عيب يعني. نسخة. انت بتؤمني بأي نسخة من العلم يا دكتورة؟ مش فاهمة. واكيد طبعا مش فاهمة علشان انت مش عارف توصل لي المعلومة، مش علشان انا ما بفهمش. يعني دلوقتي مثلا لو قلتلك الارض مسطحة هتقولي عليا ايه؟ عبيط طبعا. يا سيدي خليك في حالك، ما تركز في اللي انت داخل عليه. ايه رأيك بقى ان من 500 سنة بس كان اللي يقول ان الارض كروية كانوا بيقولوا عليه عبيط برضه؟ ما هو ده طبيعي، العلم طول الوقت بيتطور ويتحدث يا دكتور. يعني بيتغير؟ ازاي بتؤمني بحاجة مش ثابتة يا دكتورة؟ بوم. يعني انت بقى كنت تفضل ان البشرية تقعد في كهوف ونصطاد غزلان ونلبس صوف، وما كناش بقى اهتمينا بالعلم والتطور، العلم اللي مخلينا بنحاول ننقذ العتريس ده. هو للأسف بس أنا مش مثل عدل أصلا، ده أنا فرصة نجاتي 1.25%. إيه ده؟ مش للدرجة دي، هي مستفزة بس ما توديش نفسك في داهية. يا عم اوعى. ده ايه يا دكتورة؟ ده مشرط ده ولا ايه؟ عارفه ان اول مشرط اخترعه طبيب مسلم عربي اسمه الزهراوي؟ مش هتكلم بقى عن ابن سينا ولا الكحال ولا الرازي وكل دول في الطب، بس ما جبتش سيرة العلوم التانية لسه. انا مش فاهمك، عايز توصل لايه يا دكتور؟ عايز بس اقولك مش لازم يا اكون مؤمن بالعلم يا مؤمن بالله، ممكن اكون عالم موحد عادي او ملحد حمار. بوم. 2-0. هي دي مشكلتكم بجد، دايما شايفين انكم صح، بس مش دي اكبر مشاكلكم. يا ريت تقولي لي اكبر مشاكلنا ايه؟ معلش بس معطلينك. لا خد وقتك، انا ما ورايش حاجه. اكبر مشاكلكم انكم بتؤمنوا بحاجات انتوا ما شفتوهاش، وفي نفس الوقت بتسلموا دماغكم لكلام اتنقل من حد لحد. تقدر تقولي انت بتؤمن ازاي بإله انت مش شايفه؟ دي سهلة دي قوي. سيب لي الانفرادة دي معروفة قوي، زي ما احنا مش مضطرين نفتح لك نافوخك، مع ان انا نفسي بس نتأكد اذا كان موجود ولا لا. بوم. 3-0. يعني كل حاجة حوالينا وجوانا هي دلائل على وجود إله، الإشارات لا تعد ولا تحصى، فيبقى نوع من قلة الأدب والغباء إن نطلب إثبات أكتر من كده. عارفة يا دكتورة، أنا عارف مشكلتك إيه، أنت بس مبسوطة بالعيشة اللي أنت عايشاها دي، سهر ولبس وشرب، مستمتعة بحياتك تماما عشان معتقدة إن أنت مش هتتحاسبي مهما عملتي. وانا عارفة انك بتحسدني وهتندم جدا لما تموت وتكتشف ان مفيش لا آخرة ولا جنة ولا نار ولا اي حاجة من الكلام ده خالص. خليني معاكي للآخر، جايز انا هندم لو طلع كلامك صح،
بس لو طلع كلامي انا صح ساعتها انا هفرح، وانتي هتبقي انا اسف يعني بتتشوي راس وديل. 4-0 هاتريك يا دكتور. الله اكبر الله اكبر الله. ايه ده يا دكتور؟ هو جراله ايه؟ مات؟ ايوه مات من جرعه المخدر بتاعتك. والنبي يا رب استرها معايا يا رب، استرها معايا يا رب، انا غلبانه والله انا غلبانه. لا لا. وانت هتروح السجن. ايه ده يا دكتوره يا ريهام، يا دكتوره ريهام، يا غهام يا غهام، طب مين هيعمل معايا العمليه طيب يا غهام؟ الدكتورة دي قلبها خفيف قوي. وادي يا اسطى. اركب يا باشا. مصر الجديدة جيم مجانيسو لو سمحت. ما شاء الله، نفخ ولا طبيعي ده يا باشا؟ طبيعي يا اسطى كله طبيعي. فكرتني بأيام ما كنت عامل فورمة الساحل، يا كنت بخش الحرب الورد بسبب مجانسي وترابيسي. انت كنت بادي بيلدر ولعبت كمال اجسام قبل كده؟ امال اللي قدامك ده كان مصنف رقم 1 في كمال الاجسام في الساحات الشعبية في بولاق وابو العيلة والسبتية. ما يغركش الشكل، كلها بروتينات وعارفة بعضيها، بس للأسف بقى ما بقيتش اخش الحرب الورد. مفهوم طبعا. حسيت؟ لا عزلت. نعم ليه؟ سبت البيت وشفت لي حته ارخص، الفواتير والاقساط نحلت وبري واكلت عضلاتي يا باشا، شكلك مش مصدقني. مش القصد بس كمل يا اسطى. انا اول ما اتجوزت الوليه مراتي، يا رب خدها وريحني منها يا رب، ما كنتش قادر على طلباتها، بالنهار طلبات ما بتخلصش وطلبات بالليل برضه ما بتخلصش، انت فاهمني طبعا ها؟ ايوه. اضطريت اسافر دبي عشان اكفي طلباتها وهو اخد فترة استجمام وراحة. اشتغلت ايه في دبي بقى؟ فرد امن؟ اشتغلت سوبر دايفرز. ايه؟ كنت غطاس محترف في دبي لمدة 3 سنين، اغطس في اعماق البحر هناك، نص مشاهد الافلام اللي اتعملت تحت البحر محسوبك اللي عملها. في مرة وانا بصور تحت المية هوب لقيتني فيس تو فيس مع سمكة قرش رزلة، يا دوب نفخت لها عضلة المجانس، خافت وهربت. القرش خاف منك انت؟ امال حاسك مش مصدقني يا باشا. مش القصد، الغطس ده محتاج تدريب وشهادات دولية معتمدة، عوم الترع والمصارب مش زي عوم البحر يا اسطى. ما انا كنت فاكر زيك كده بالظبط. كمان دول بيقبضوا بالدولار، بيكسبوا حلو جدا. كنت بقبض 3000 دولار في عين العدو، بس انا سبتها خلاص. ليه بقى؟ للأسف ما لقيتش شغتي فيها. قصدك شغفي؟ شغف مش شغت، الشغت ده بواقي اللحمة. هو اللي بتقول عليه ده. يعني رجعت مصر الولاية مراتك؟ لا طبعا، انا قلت ادخل تحديات جديدة في حياتي، رحت ليبيا اشتغلت مهندس طرق. محسوبك دبلوم زراعة بس واخد كورس رصف وتسفيت، شكلك مش مصدقني يا باشا. رصف وتسفيت دي حاجة عظيمة خالص، ورصف الطرق صعب على كده؟ امال مش اي حد يعرف يمهد طرق في صحراء ليبيا. كنت بشرف على مشاريع ضخمة بس للأسف حصلت مشاكل، مش مع الطرق. امال مع مين؟ مع الجمال اللي بيعدوا الطريق واحنا في نص المشروع. تخيل تقعد ترسف شارع بحاله وفجأة تلاقي جمل معدي وراح مبوظ الطريق قبل ما ينشف. انت متأكد من حتة ينشف دي يا اسطى؟ طب ما كنتوا تنفخوا عليه يا اسطى، انا ينشف بسرعة. عشان كده لميت شنطتي ورجعت من السفر دايب من الفراق. اكيد رجعت للولاية مراتك يا عم عمرو دياب. اعوذ بالله، حد يرجع للقضا برجليه؟ انا رجعت على الاولمبيات. اولمبيات؟ تعمل ايه هناك؟ انت تعرف رانيا علواني واحمد برادة؟ اكيد، دول ابطال واخدين ميداليات اولمبيه. يبقوا دفعتي في مدرسه الاولمبيات. مدرسه الاولمبيات الثانويه بنين صح؟ هم كانوا سباحه وسكواش ومحسوبك عداء مسافات طويله، مش بقول لك شكلك مش مصدقني يا باشا. على كده كسبت حاجه في الاولمبيات؟ كسبت نص ميداليه. نص ميداليه ازاي يعني؟ كنت بتسابق انا وعيل افريقي طوله 2.5 متر ووصلنا خط النهايه سوا،
قامت اللجنة قسمت الميدالية بينا بالنص. وطبعا بعت نص الميدالية واشتريت بيها التاكسي ده صح؟ اسم الله على نباهتك يا باشا. ايوه كده لغيني، خليك معايا على الخط. طب واقف عند الخط اللي جاي هناك ده، قلت لي بقى انت اشتغلت غطاس ومهندس وبطل اولمبي وسواق بعد الدور صح؟ امال محسوبك 7 صنايع. فكنا يا وحش والنبي بطل الهزار التقيل ده. قلت لي بقى انت شغال غطاس ومهندس وشغال ايه دلوقتي؟ حاليا شغال فريلانس تسويق رقمي على شوية تصميم جرافيك، وبعد الظهر بلقط رزق بالتاكسي. اصل بحب الحرية والانطلاق والجري في الحياة. طب وحياة امك لا جريك جري الوحوش في الغابة، انت مش كنت عداء مسافات طويلة؟ امال. طب خد نفس عميق بقى عشان اوديك مصر الجديدة جاري. اقف يا وحش، انا بهزر والنبي يا وحش، والله مسميني في الحارة عبد الستار الفشار. خلاص يا وحش والنبي. يا باشا مش هقدر اجري يا باشا.